ويذكرون عن أخوين. قال أحدهما لأخيه، قال: إذا أردت الرزق لابد أن تسعى في طلبه حتى تحصله. فقال له أخوه: لا، رزقي يأتيني ولو كنت في مكاني. قال: لا، لابد أن تسعى لتحصل الرزق. قال: لا، رزقي يأتيني ولو كنت في مكاني. قال: ابقى في مكانك، إن شاء الله باكر أرجع أصلي عليك ميت من الجوع. تركه وخرج يطلب الرزق، والثاني جلس في مكانه. الذي خرج وهو في طريقه وإذا شجرة قد خرجت أغصانها من بستان، ثم سقطت تفاحة على الأرض خارج المزرعة فأخذها. حلال؟ ليش؟ طاحت بالأرض خارج المزرعة، هي طاحت عليه. سمحوا الأمور، عسارة. ايش رايك؟ قول حلال. حلال بس. فالمهم أخذ التفاحة فجاء ليأكلها فتذكر أخاه، قال: هذا المجنون في البيت الآن يقول لازم الرزق يجيني، ما راح يجيه رزقه، يموت الحين وأنا ابتلش فيه. أخوه. فأخذها ورجع إليه البيت، ثم قال: فلان؟ قال: نعم. فرمى عليه التفاحة فلقفه. نعم، ما هذا؟ قال: شفت، لابد أن تخرج وتسعى لتحصل الرزق. قال: لي بس منو اللي أكل؟ هذه التفاحة مكتوبة للذي جلس، لكن عمله خطأ، والذي خرج مطبق لأمر الله، فهو أجر لأنه أطاع الله فيما أمر سبحانه وتعالى. فالقصد أن الأرزاق مكتوبة، وأن الإنسان لا ينبغي له أن يعطي الموضوع أكبر من حجمه، ولا يشغل كل همه، بل يشتغل بما أمره الله تبارك وتعالى به وخلقه لأجله.